السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نعمة. نتمنىكم تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم التحديات ديال السنة. دابا حنا عيدنا كلينا اللحم، وليداتنا دوزو الامتحانات ديالهم، شدوا النتائج ديالهم. جينا باش نشوفوا التحديات ديال السنة الجديدة ان شاء الله اللي غادي ان شاء الله السنة ديال 2024. نتمناوها تدخل علينا بالصحة والسلامة، ولكن من دابا نبداو نفكروا ليها وننظموها، ننظموا كل حاجه عندنا في الحياه ديالنا باش نجي سنه جايه ان شاء الله نكونوا مرتاحين. نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. السنه كتبدا بالدخول المدرسي وتيتبعها رمضان، كيجيها موراها العيد الفطر وكيجي موراها العيد الكبير. هادو راه حتى شي الاسره عرفتي راه باش كيتجمعوا على الاسره راه كيدمروا الميزانيه ديال الاسره. كنبدا نهضر مع البنات انا اللي بادين، هادو راه هما التحديات اللي كيكونوا عندك في السنه. خص الانسان يعرف كيفاش يتعامل معاهم الا بغى يعيش مرتاح في الحياه ديالو، خصوصا الاسره اللي عندها الوليدات. مع الدخول المدرسي راه عندهم المتطلبات. حنا دابا غنبداو بالدخول المدرسي حيت هو اللي قريب. دابا كاينه العطله، راه كاين اللي كيخرج كيتسارى كيدير سميتو، ولكن الانسان الا ما كانش عنده، انا كنفضل يجلس في الدار ديالو يدوز العطله ديالو على قدر المستطاع ديالو. يدير داكشي اللي كتب الله هو وليداتو. تخرجي وليداتك في العشيه، واخا نجيب واحد القرعه د المرضى نديرها في الثلاجه. راه دائما هذا هو اللي كنقول لكم انايا، بالاقتصاد وبالتنظيم باش نكونوا عايشين في حياتنا مرتاحين. ونصاب لوليداتي شي حاجه كيما سميتو نخرجهم واخا يجلسوا غير في شي جريده ولا شي كل نهار. ولا ما قدرش مثلا عندي شي سميتو نمشيو نديهم شي لابيسينات واخا يكون. المهم على قد المستطاع، المهم الوليدات يدوزوا العطله ديالهم نحسوهم بان حتى هما كنهتموا بهم باش يكون عندهم طاقه ايجابيه باش يمشيو الدخول المدرسي. هذا اول حاجه كنديروها. والانسان اللي كيقدر يمشي عند العائله ديالو سارع عندهم، كيقدر يجلس عندهم واحد الايام وكيفوج حتى هو. ولكن انا ما كنفضلش هادشي، كنفضل الانسان اللي مشى عند الاسره ديالو واخا تكون الاسره ديالو يفضل يدي معاه شي حاجه ديالته. كنقول لكم دائما الانسان يكون جامع ومشيت انا نتقضى وتانا نشري، ما يكونش انا عالة على اي واحد. هادشي دابا راه حنا حيت كلشي راه الظروف ديالنا عارفنا، وكلشي عارف الظروف ديال بعضياتنا، وعارف بان كلشي ولا غالي. وهادشي اللي ولا خصنا هكا نكونوا، ما نكونوش نبقاو داك نمشي عند واحد اخر يبقى نحش حشمه براسي وحشمه بوليداتي. لا ما غاديش نجلس في داري. انا هكا كنقول. حنا دابا غادي نهضروا على الدخول المدرسي. الدخول المدرسي اختي دابا راه دابا هذا غيجي شهر 7 ان شاء الله، وغيجي من موراه شهر 8. راه من دابا خصك تحيدي له واحد المبلغ وتبقاو ديروا الاظرفه. اللي عنده وليدات كيمشيو للمدرسه ديال الفلوس، وكانت المراه خدامه والراجل خدام، راه هذوك ما كيضروش راه ولكن المراه الا كنتي ما خداماش غير داك الزوج اللي خدام، راه خصك ضروري ما ديري هاد التدبير وديري هاد الاقتصاد وتعرفي شنو غادي ديري باش يكونوا دخلوا وليداتك المدرسه يكونوا مرتاحين. الا كانوا وليدات في المدرسه تيقراو مدرسه عاديه، يعني راه ما غاديش تكون عندك سميتو تكون عندك الادوات، تيكونوا الملابس خص ضروري من الاطفال. المهم دوك الادوات كيكون معهم المحفظات، كيكون الا كانوا بنيات الطابليات. المهم كلشي هادشي خصك تعرف فيه. الادوات الدراري راه كيعرفوها بالدفاتر والكتوبه اللي كيعطيوهم، راه ضروري ما خصك تشريهم. ملابس من ضروري يكونوا الوليدات عندهم ملابس جداد. وانا واخا كنفضل تعلموا وليداتكم بان يلبسوا حوايجات نقيين، راه من الافضل يقرا احسن ما يبقاو يشوفوا في الحوايج وما كيقراوش. الاولاد راه خص الوليدات يتعلموا يقراو. القرايه هي الاولى، عاد ديك الساعه الحوايج. هادشي اللي كنقولوا خصنا نحطوا واحد المبلغ. شحال غادي ديري في ديك في الاخر ديال الشهر ديال 7 خصك تحطي واحد المبلغ باش منين يجي شهر 8 تكوني وشهر ان شاء الله ديال 9 ماشي تمشي تحطي ديك المنضه ديالك كامله تبدا السنه مزيره. لا، غادي ديري واحد القدر المبلغ ديري كل شهر. ديري 10,000 ولا ديري كتر ولا ديري قل، المهم على حسب الوليدات اللي عندك. اللي ما عندوش وليدات بزاف راه ما كيتضررش، واللي عنده وليدات بزاف راه كيتاثر. فاش كيجي رمضان راه رمضان حنا كنعرفوه عاوتاني شنو خصو الحليب، خصك الزبده، كيخصك الزيت، كيخصك قوام مسلو، كيخصك الشباكيه، كيخصك الكرطونه د رمضان، كيخصك الملابس ديال العيد، كيخصك اللحم، كيخصك هادشي. حنا ضروري قولوا لي من دابا اختي راه الا درتي هادشي هذا اكيد راه السنه ديالك كدوزيها مرتاحه. راه من مور عاوتاني فاش كيجي عيد الفطر راه كيخصك الحلوه، كيخصك الملابس تا هما ديال العيد، كيخصك هذوك المهم الملتزمات ديال العيد. الا جاك شي ضياف جاك شي حد، المهم راكي غادي العيد شنو خصك طيبي له بعدا من نهار ويومين وثلاث ايام ديالو. من موراه كيجي اختي العيد الكبير، الكبش. حنا الكبش حنا نقولوا مثلا مازال سنه. الكبش راه حتى هو ولا غالي، وخصك
ضروري ما تجمعوا له واحد المبلغ. احسن مثلا الانسان كيعيط بواحد القطيط ولا كيبقى يتقاتل ما كيلقاش باش يشري، ولا كيبيع حوايجه، ولا كيتسلف، ولا كيبقى يدخل في واحد الدوامه ديال الكريدي وسميتو. من دابا راه دابا ولينا كنشوفوا هذا الشيء هذا راه ولا واعر بزاف، وخصوصا الانسان اللي كان بوحدو راه خصك ضروري اختي ما تعاوني راسك، وخص الا كانت منضه وحده راه ما بقاش كتقد، راه خصك ضروري الانسان ما يلقى شي حاجه شي بحال كتعاوني راجلك، ولا شي حاجه بشي حاجه بحال هكا كتعرفي الصنعه ديريها كذا. ولا كاين فهادشي ديال الالكترونيك ولا الشيء ديال التليفونات، راه ولا الانسان كيخدم، كاين شركات تيجيو عندك حتى للدار كيقول لك تعاوني وتخدمي. الا كانت الانسان المراه عارفه شويه، كاين تعرفي ديري حلوه ديريها، كتعرفي ديري قراشل كديريهم، كتعرفي ديري غير الخبز كديريه تبيعيه. المهم واحد الدخل كيولي عندك باش تحسني المستوى ديال المعيشه ديالك. هادشي اللي كنقول لكم انا دايما، كتعرفي ديري ملوي غديريه قراشل اي حاجه كتعاوني المهم راسك. ولكن انا كنقول واحد الحاجه دائما كنقول على الانسان، السلف والكريدي هو اللي كيخلي الانسان يكون مرتاح الا بعد منهم. الا بعدتي من الكريدي والسلف في حياتك اكيد غتعيشي مرتاحه، حيت الحياه ديالك الا بقيتي كتسلفي كيمشي داك المد الوجه ديالك، والانسان كيولف وكيبقى كل مره كيقول معليش يمشي يهز واحد المبلغ كيعطيه ويمشي يعطيني يهز يتسلف، كيدخل في واحد الدائره. انا كنقول لكم ما تبقاوش تسلفوا، والا ما عندكش دابا غادي يستغلوا هذا الوقت الصيف، راه احسن حاجه الانسان يستغلوا باش الا كانت عنده شي ميزانيه مهرسه ولا شي حاجه، هو دابا الوقت فين يرد ديك المنضه ديالو ويدير سميتو. صبروا هاد الشهرين هذا الانسان الا كان عندك الكريدت صبري، دابا هو الوقت. حيت دابا الصيف والانسان كياكل، الوليدات ما كيقراوش وما كيمشيوش للمدرسه، واللي كتب الله كديري في دارك. نتقاتل مع نشري المهم الاساسي، نشري الطحين ونشري الزيت ونشري السكر ونشري الخضره اللي مهم اساسيه. كنقول لكم دائما بطاطا مطيش فلفله الدنجه دابا كلشي رخيص. نشري دابا في هذه الوقت هذه ونجمع الفلوس لوليداتي باش كانوا يدخلوا المدرسه. هذا هو الوقت. راه ما زيرتيش راسك تقولي لا لا الصيف هذا وانا نخرج ونمشي هاكا ونمشي، ولا مشيتي راه فاش غتمشي يجي للدخول المدرسه داكشي كتبقاو حاصلين، تبقى حاصله انت ووليداتك وراجلك ومول دارك، وتتبقى المشاكل. راه هادشي اللي كنقول لكم انا، التحديات ديال السنه راه هما اللي غادي الا فكرتي فيهم دابا غترتاحي طيل السنه. راه هادشي هذا راه مهم بزاف. انا كنتمنى راه كيجيو تعاليق وكيقولوا لي شكرا اختي، وكيقولوا لي تيطلبوا مني بحال هكا لهاد الفيديوهات، وكيقول لي عافاكي ديري بحال هاد المواضيع. انا كنحاول ندير بحال هاد المواضيع. وواحد الموضوع واحد اخر كيجي قالوا لي علاش ما كتذكريش مثلا الانسان يخرج واحد المبلغ فاش يكون يجمعوا، ولا فاش يكون تيتخلص. حنا راه كنقول لكم انا راه ما كنبغيش نقول اللي سميتو، كل واحد راه الانسان الله سبحانه وتعالى كيخرج شي صدقه ولا شي حاجه راه كيعطيها بلا ما يبقى يقول للناس انا كنعطي ولا ما كنعطيش. انا لاحظت راه فاش درت التحدي ديال رمضان، فاش ملي خرجت التحدي وجمعت داكشي باش غادي سميتو حطيت 100 درهم. قلت لكم هذه ها شنو غادي ندير بها، غادي نخرجها. راه مثلا بحال دابا جمعت واحد المبلغ بحال هكا سميتو غنخرج من واحد 100 درهم، راه غنخرج بها خنشه ديال الطحين الا مشيت شريتها. ولكن انا ما كنبغيش نقول بحال هادشي، علاش غادي نعاودو؟ ما انا كنديرو لراسي ما كنديروش للناس. هكا كنقول لكم الانسان كيقول لك ما كتصدقش راه كيصدقوا، ولكن ما كنبغيش نقولوا للناس. الواحد اللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها، هو العمل ديالو منه مع الله. وهادشي اللي كنقول لكم، حاولوا ديروا التحديات ديال السنه باش تكونوا مرتاحين. راه ضروريا من التحديات ديال السنه. وكنتمنى الفيديو ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وشكرا على التعاليق، وديروا لنا جيم باش تطلع هاد القناه وتكون فيها المشاهده ان شاء الله.